السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله هنعمل العيش الكايزر بأسهل طريقة، وهناخد منه كمان من العجينة دي هنعمل حاجة تانية خالص. كل حاجة هنقولها في الفيديو هتشوفوا مفاجآت في الفيديو إن شاء الله بتعجبكم. زي ما تعودنا قبل ما نبدأ أي فيديو نصلي على أفضل خير خلق الله، اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. أنا إيمان زهران، للي أول مرة يتابعني ودي قناتي. أول حاجة هنسمي الله وهنحط معلقة كبيرة خميرة اللي هي كيس خميرة، وهنحط مج من المية دي. هنزل بأول مج وهيدي المج التاني هنزل بيه مج إلا ربع، يبقى أنا كده خدت 2 كوب إلا ربع مية، وهنزل بنص كوباية سكر، وهقلب الخميرة حلوة قوي في المية. وبعد كده هنزل بالدقيق تدريجيا. عايزة اعمل عجينة زي عجينة الزلابية، عجينة خفيفة. العجينة دي هي اللي هتدي مطة، وهي اللي هتخلي الجيلاتين يشتغل، وهي اللي هتخلي العجينة هشة. معايا نص كوباية زيت من نفس معيار مج الشاي اللي بنستخدمه، اللي هو المج اللي قدامنا ده، هنزل بيه الا معلقتين، وهنزل برضك بالدقيق، وابدا اعمل عجينة زي عجينة الزلابية. وفي الاخر لما اشغلها شوية وتبدا تعمل مطة، هبدا انزل ببقية كيلو دقيق، ويحط عليه كمان ربع معلقه ملح صغنطوطه. اللهم صلي عليك يا نبي، عليه افضل الصلاه والسلام. افرض يا امان زي ما انت كده نسيتي تحطي الزيت بعد ما حطيتي السكر ودوبتيه مع الميه، حطيتي الزيت بعد ما حطيتي حبه دقيق، عادي خالص. الزيت ممكن احطه كمان في المرحله اللي انا فيها دلوقتي، يعني نص كوبايه الزيت ممكن اضيفهم في المرحله دي وانا حاطه الدقيق وبلمه كده. بس انا بحط كده عشان ما ننساش. اهم حاجه تشيلي معلقتين زيت في الاخر، هنقول ليه، وطبعا احنا اكيد عارفين ليه. كده انا حطيت كوبايتين ميه، وده نص كوبايه التانية، يبقى حطيت مجين ميه، وده المج التالت جبت نص كوبايه. هاخد منه حبه، وهبدا انزل بالتدريج. هلم العجينه، والعجينه دي هتاخد معايا مجين ونص ميه الا معلقتين، يعني خدت المجين الاولانيين وخدت النص التاني الا معلقتين. خلاص العجينه كده ما شاء الله ظبطت وبقت ما شاء الله مظبوطه، واتاكدت العجينه طريه وبتلزق في ايديا كده. هبدا خلاص لما اتاكدت اللي هي مظبوطه وشغلتها شويه على الرخام، هبدا انزل بمعلقتين الزيت. هنا بقول لكم اللي هي خدت نص المج الا المعلقتين اللي فاضلين دول، يبقى خدت مجين ونص الا معلقتين. طبعا ده مش ثابت، السوائل احنا قلنا مش ثابت، يعني ممكن تاخد المعلقتين دمت، وممكن تاخد اقل، وممكن تاخد اكتر حسب نوع الدقيق. هنا الزيت اول ما بحطه او اي ماده دهنيه العجينه بتقطع. طبعا ما اقدرش افصل الحته دي، الحاجات المهمه ما بقدرش افصل فيها القمر او اقطعها من المقطع، بفضل اعجن فيها لغايه ما المها وتبقى العجينه طريه زي ما كانت. طبعا احنا بنعجن بميه ودقيق وملح، يعني ولا معايا بيض ولا معايا لبن ولا معايا زبادي ولا معايا زبده ولا اي حاجه مكلفه، يعني بحبه دقيق وميه وملح هتعملي عيش كايزر. وكمان هناخد من العجينه دي هنعمل حاجه حلوه للولاد هيحبوها جدا. هنا جبت المفرش اللي انا هبدا اقطع عليه، بس طبعا انا مش هقطع دلوقتي، انا العجينه بوريها لكم. العجينه مظبوطه، صوابعي اما بعمل صوبعي بيغرز، الصوبع لازم يغرز فيها. العجينه هنا ما شاء الله مظبوطه. هنا خلاص انا شغلتها ومظبوطه ومية مية وفيها عبء وكل حاجه. واكد لك اللي هي فيها عبء، هبدا اللي انا اشدها لك من كل ناحيه عشان اكد لك اللي هنا العبء شغال، يعني الجيلاتين بتاعها مظبوط. في المرحله دي تبداي تخمري العجينه، يعني تحطيها في البوله بتاعتها وتسيبيها تتخمر، يعني تضاعف حجمها. قلنا ما نعليش، يعني ما نزودش التخمير على العجينه، يعني العجينه اول ما تضاعف حجمها من غير ما نشم ريحه الخميره او العجينه تعلى قوي 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 بشكل اوفر، علوها بشكل اوفر، يعني العجينه هتهبط اول ما تخش الفرن. خلاص العجينه اتاكدت اللي هي مظبوطه وكل حاجه، هجيب بوله وهدهنها نقطه زيت، وهبدا احط العجينه فيها واسيبها لما يتضاف حجمها بالشكل اللي انتوا هتشوفوه ده. انا طبعا ما خليتهاش تعلى عن كده لان هي لسه هتعلى تاني وهي بتتخمر. هي كده اتضاعف حجمها، هبدا اهبطها وهبدا اقسمها كل كورة حوالي عن 50 جرام، كل كورة حوالي 50 جرام. طبعا 50 جرام دوت حجم كايزر، يعني صغنطوط خالص. الحجم الحلو اللي بيتباع في المحلات هو 100 جرام. الحجم الحلو اللي بيتباع في المحلات هو 100 جرام، ده انا عاملاه صغنطوط للبيبي اللي لو حد في حضانه، لو حد في ابتدائي،
اما لو طلب الثانوي او اعدادي انا شايفاه يعني من وجهة نظري زغنطوط. ده حاجة بترجع لكم، الحجم ده بيرجع لكم. انا عاملة 50 جرام 51 جرام. طبعا ده بعد ما خمر، بعد ما شكلته سبته 5 دقايق لما تضاعف حجمه، وهبدأ او زاد شوية او ارتاح، وبعد كده هبدأ اللي انا افرده. ايدك حطي فيها نقطة زيت لان العجينة بتلزق، عجينة طرية وبتلزق. هبدأ افردها. والقرصة انا مقوراها، اللي في الارضية ده بيبقى هو القلب، يعني الوش بتاعها ده هو الغلاف الخارجي. ببدأ ألمها كده، بفردها في شكل قرصة ولمها على شكل بوجة. يا رب يكون واضح. يعني الحتة اللي هي باينة قدامنا دي اللي هي من الوش دي، هي برضك اللي بتبقى الوش، هي برضك اللي بتبقى الوش. اللي في الأرضية دي هي اللي بتبقى البطن بتاعة القرصة. هبدأ أفردها زي ما انتوا شايفين كده، وأقوم قلباها. اللي بيلزق فيها دي بطن القرصة اللي أنا هلمها ألم لجوه. خلاص انا حطيت زيت فظبطت. هبدا الم زي ما انتوا شايفين كده. لم البقجه ده اسهل ما يمكن. والعجينه اهم حاجه. انا بعمل ايه زي ما بقول لكم، انا بتني صوابعي ال4 صوابع، بتنيهم، بعمل ايدي كده بتانية كأني بداري على حاجة كده، وببدأ ألم القرصة بين الصوابع اللي متنية دي. هنا شكلها بشاور لكم، بقول لكم الناحية دي اتضاعفت والناحية التانية كانت لسه، وبرضك مش هدخلها الا بعد 3 دقايق كده. هنا خدنا من العجينة حتة، وطبعا يعني انتوا عارفين الولاد بيحبوا الشوكولاتة قد ايه. هاخد حتة واعمل قرص شوكولاتة او كايزر، بس مش كايزر يعني مش علو الكايزر. هفردها شوية، انا هبدأ اعملها كده وافردها شوية في الصينيه بعد ما اشكلها قرص. يعني وانا بحطها كده هفردها سنه كده، وهتبقى هي يعني ما شاء الله العجينه مظبوطه جدا. هكورها والمها، وهبدا كده احطها في الصينيه الصغنطوطه اللي انا هبدا اعملها. هنا بفردها تاني زي ما انتوا شايفين كده، واحط قطعه شوكولاته وابدا المها. طبعا الشوكولاته ممكن تحطي شوكولاته سما، طبعا بحب اسم سما وربنا يبارك فيها. ممكن تحطي اي نوع شوكولاته طعمها حلو في الاكل، يعني لان الولاد هيحبوه. هنا اللي انا بشاور عليه بقول لكم ده العلا، وطرفه التاني لسه. هنا في المرحله دي اسيبه 3 دقايق كده، وابدا ادخله دمت اللي انا بططهم سنه، بس برضك هو عامل زي الكايزر يعني كان عادي. قبل ما بدخله الفرن بديله رشه بالبخاخه. البخاخه دي عباره عن ميه بسكر واللهم صلي عليك يعني. وابدا احط بقى سمسم على حبه البركه على الوش كده، بس اول ما ترشي تبداي تحطي على طول عشان يلزق معاكي. بدخل الفرن، بكون اول ما بدات اعمل المرحله دي انا مسخنه الفرن على اعلى درجه، وبدخله رف وسطاني برضك على اعلى درجه، ما بنزلش الحراره. اول ما بياخد لون من الارضيه ومن الجنوب كده ببدا افتح عليه الشوايه. طبعا ده احسن لون، واللون المظبوط اللي انا مسكته في ايدي. طبعا على طرف الصينيه كده اتحمر مني، طبعا سيت عليه من الشوايه، فتحت الشوايه وعشان ياخد اللون ده مظبوط معاكي، وهيدي اللون معاكي المظبوط، وان شاء الله يطلع معاكي يعني زي ما انت شايفاه كده، هاشش ورائع وجميل. اول ما بيطلع من الفرن انا بعمل انا برش عليه برضك من البخاخه، وبغطيه بفوطه اسيبه يطرى. هو ده اللي محشي شوكليت. اللون بتاعه ده خده من غير ما افتح الشوايه، يعني سبته. كان الفرن طبعا سخن، ودي كان اخر صينيه، فحمر نفسه بنفسه. طبعا حراره الفرن هي اللي بتظبط معاكي المعجنات، وبتطلع معاكي سواء لون موحد في التحمير زي كده، عن يعني اللي انا رش عليه تحسي ان اللون ناحيه وناحيه حسب ما الشوايه ادت. اما التاني كمني مفتحتش معاه الشوايه، مع الحراره خد كله لون واحد. ده بيرجع طبعا لنوع الفرن بتاعك والحرارة بتاعته. اللي نصايح ليكي ما تخمريش العجينة زيادة عن اللزوم، لانها هتضاعف حجمها اول ما بتخش. اول ما بتخرج بتغطيها وبتسيبيها تهدى 5 دقايق. طبعا انا غطيتها 5 دقايق، وبعد كده بدأت اللي انا اقدمها معاكم. حتى هتلاقوا الشوكولاتة سايحة خالص في القرصة، اللي هي زي الكايزر، هي تعتبر كايزر بردك عالية خالص ما شاء الله. هتلاقيها بردك الشوكولاتة سايحة فيها خالص، ده دليل يعني هي طالعة من الفرن وانا بدأت خلاص اقطعها.
زي ما انتوا شايفين كده. اللهم صل عليك يا نبي. الكايزر التاني برضك انا قطعته هو سخن، يعني كان دافي، مش سخن كان دافي. طبعا كل ما تسيبيه يبرد كل ما تلاقي العجينه هشه معاكي وبان هشاشتها وجميله وما شاء الله يعني روعه. هنا الشوكولات نازل ما شاء الله سايح ونايح زي ما بيقولوا. لسه برضك مكملين في حلقات للمدارس. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد وتشيروه. لسه احنا مكملين باذن الله في حلقات المدارس، هنعمل لكم كل جديد وهنعمل لكم حاجات حلوه باذن الله. اللهم ارزقنا القبول، اللهم اصلح ما بين ايديا وما بين ايديكم. العجينه هشه، العجينه رائعه. طبعا انا خدت واحده وقطعتها بالسكينه، مش عارفه المقطع ده معانا ولا لا، بس اكيد معايا يعني ما مسحتوش كعادتي وانا بعمل. وهبدا اللي انا برضك ماسكه كده. انا برضك ماسكه القرصه اللي هي الكايزر اللي انا حاشيه شوكولاته. هنا اللي انا فتحته ده، لا انا فتحته بالسكينه طبعا اتفتفت مني كده من كتر ما انا قاعده فاتحه واجيب. دي بقى انا فتحتها بايدي. بحاول طبعا ابين لكم هشاشه العجينه هشه ما شاء الله. لونها فاتح جدا. سواء حطيتي خل زي ما قلت لك او ما حطيتيش هتدي معاكي اللون الفاتح ده. من الرب اللي احنا بنعمله في البدايه اللي هي العجينه السايله دي هي اللي بتسهل كل حاجه. يا رب ارزقنا القبول. اللهم اصلح ما بين ايديا وما بين ايديكم. كانت معاكم ايمان زهران، وهنقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو.